هاي، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنشوف احنا عملنا اللوك كده ازاي وهنتعلمه سوا، وهوريكم الخامات اللي استخدمناها. اتمنى اللوك يعجبكم. هنبدأ. عملت الحواجب بجل هدير وبوقفها عشان نعملها شعر شعر، وبعد كده استخدمت كريم للترطيب ستيفز، وهنا هنحط لاجير الكونسيلر علشان نكنسل بيه الهالات، وهو لونه عشان اصفر فبيداري الهالات، والكفر بتاعه حلو جدا. بحط تحت العين وفي الحتت اللي فيها غمقان. بعد كده استخدمت فاونديشن نوت. تاخدي كمية بسيطة جدا تدمجيها على اي حاجة، مش لازم البالت دي، علشان يخش في البشرة كله ويدي فول كفر، وفي نفس الوقت ما تستخدميش كمية كبيرة. هنا بدمجه واحدة واحدة زي ما انتم شايفين، هو نفس درجتي او اغمق درجة. وهنا استخدمت بالت الحواجب الباودر جوسي بيوتي. بجد المنتجات دي سعرها حلو واوريجينال ورخيصة كمان وحلوة، والبيجمنت بتاعها قوي. بعد كده نضفت باقي الفاونديشن اللي كان على الباليت، يعني ما احتاجتش احط كونسيلر تاني عشان يبقى نفس الدرجة، ما يبقاش مختلف. هنحط بقى الكونتور. وهنا استخدمت كونتور كيرولان حلو، بس انا بحب بتاع مايت سينما عشان هو اقوى شوية. هنا بحدد الوش، ان انا بنحف وشي شوية، وبحدد الشفايف والانف، وكل وش ليه تقسيمة معينة، مش بيبقى شكل واحد للكل يعني. وفي ما بيحبش يعمل كونتور اصلا، فحسب الوش ما بيحتاج. وهنا استخدمت بلاشر مايت سينما اقوى واثبت من شيجلام. مش بحب بتاع شيجلام لانه خفيف بيروح بعد فتره، يعني من انك تحطيه. انما بتاع مايت سينما الصراحه ثابت. هنا دمجت كله بالفرشه، علشان هي بتبقى بتدمج في مكانها، ما تطلعيش فوق ولا تنزلي تحت. وبعد كده كده هنعيد على الوش تاني بالبيوتي بلند. وهنا استخدمت كونسيلر مايت سينما اللي هو فيونيتشي، الخط بتاع فيونيتشي. هو فول كفر، يعني بديل لوريال. انا عندي لوريال بستخدمه، بس هو نفس البديل. بجد الكفر بتاعه عالي جدا. هنا بدمجه بالبرش علشان اخد منه اعلى تغطية، ويا ريت ندمجه على طول عشان هو بينشف يعني. هنا حطيت فيكس ماك وعشان ادمج بيه كل الوش، علشان كله يتشرب في الوش كله، ما يبقاش فيه حاجة مكتلة في الوش. هنا حطيت الباودر بتاعت كيرولان ناعمة على الوش، وبتثبت الوش بطريقة قوية يعني، تثبيتها حلو. هنا خدت البالت بتاعه تكنيك، ودي حلوة في الوان الكشمير والبنكات. وخدت لون نود وحطيته على الجفن اللي هو عند تحت الحاجب على طول. وبعد كده هغمق من الجنب، وحطيت كونسيلر عشان اقطع بيه الكات كريس. هنا انا عملت الرسمة بطريقة الكونسيلر، وهعملها لكم بطريقة تانية في مرة تانية اسهل. هنا بقى هحدد الوينج اللي هو الايلاينر ده، هغمقه جل لاينر انجلود. وبعد كده هدمجه بسرعة قبل ما ينشف بلون. هاخد لون من باليت ريفوليوشن بني غامق كده او بني محمر، وهبتدي ادمج بيه الجل لاينر بتاع انجلود، بس قبل ما ينشف علشان هو بيقلب على مط وما بيتمسحش، يعني ما بيندمجش. هنا بعد كده جبت درجة شيمر على لون فضي لؤلؤي، فتحت بيها من فوق كده. وبعد كده خدت بالة اللارين دي، حطيت منها الجليتر، حطيت لون ذهبي، وبعد كده فتحته على درجة فاضية. وهنا هحط الكونتور الباودر زي ما عملنا الكريمي بالظبط، برجع بعيد تاني بس بالباودر. هنا بقى حطيت كحل جوه العين، ودمجت الالوان اللي حطيناها فوق تحت. واخر العين من بره كده هفتح بلون نود ابيض. ودي بنتي كانت واقفه ورايا، كانت نازله رايحه المدرسه. وهنا جبت الجليتر الليكويد وحطيته عند مدمع العين من تحت. وبعد كده ركبت الرموش، انا ركبتها معاكم قبل كده كتير. وحطيت مسكرة من تحت عشان تظهر اللوك زيادة. وهنا حطيت الهايلايتر ندى سالم، بجد روعة، احلى من الأفرة بكتير. هبقى اعمل لكم عنه ريفيو بعد كده. حطيت في اماكن الهايلايتر كلها، بس لو في حتة فيها حبوب في الوش بلاش تحط فيها عشان هي بتظهر الحبوب اكتر. جبت باودر نوت وابتديت بقى انضف، لان دي بنعتبرها الاستيكة، وتوضح لك كل اللي انت عملتيه، وبتوضح الكونتور، وبتقسم الوش، وبتظهر كل اللي احنا عملناه في الكونتور. هنا بشوف كل الاماكن اللي محتاجه بحطها شويه، بعد كده بنفضها بالبرش. جبت هنا بقى ايلاينر ابيض عشان اوضح وافتح اكتر خط الكريس اللي انا قطعته. جبت باليت الروج بتاعه جي كات، وحطيت دمجت كذا درجه معاها عشان تطلع نفس الدرجه. ادتني درجه على الموفات شويه، فانا هنا محتاجه نوت شويه او درجه اغمق شويه، فجبت باليت كونتور غمقت بيها الدرجه شويه. وهنا بوريكم اللوك الاخير. اتمنى يكون عجبكم، وان شاء الله هنزلكم فيديوهات تانية.